حبايبي واخواتي جمهور الاهلي، الحقيقه ان احنا اتكلمنا هنا عن اقصاء ماتياس هيسلا من 4-5 ايام بالظبط. بس قبل اي حاجه اللي انا جاي لك فيه ده تقيل النهارده. لايكك، انزل وصل الفيديو ده 300 لايك. 300 لايك مهمين جدا عشان خاطر نوصل ل 30,000 مشترك قريب. اقصاء ماتياس هيسلا والبديل بعد مباراه الوصل الاماراتي اللي هي كمان ساعات. ومفاجاه، نيمار جونيور في الاهلي في شهر يناير الجاي. عارف قنابل مدويه جوه الاهلي حرفيا على صفيح سخن. ماتياس هيسلا هيسيب الاهلي بعد مباراه الوصل. انت متخيل ان مدرب بيوصل له قرار الاقاله، بيتسرب له قرار الاقاله من جريده موثوقه زي الرياضيه اللي بتحاول ان هي دايما تنقل الحدث بشكل مصداقيه فيه كبيره جدا، وبتبقى اخبارها شبه مؤكده بنسبه كبيره جدا ان ماتياس هيسلا هيمشي بعد مباراه الوصل. مدرب اقالته متجهزه على الورق وبتسرب الخبر بتاع شبه الرسمي قبل المباراه ب 13-14 ساعه. فانت بتدي حال المدرب ده ان انت مهما عملت انت كده بره، بعيدا عن ان هو يستحق او لا. لكن الحقيقه انا ما كنتش شايف ان الخبر يتسرب قبل المباراه، لان انت محتاج المباراه. ممكن تعمل نتيجه ايجابيه في المباراه، ممكن النتيجه الايجابيه دي انت عندك حكم شامل على ماتياس هيسلا ان هو لا يستحق ان هو يكمل. انا مش مختلف معاك، لكن انت حطيت ماتياس هيسلا في واللعيبه كلها في يعني المدفع. يعكوا بقى الدنيا زي ما تعكوا في مباراه الوصل، خسروا 5 حتى مش فارقه. فده انا كنت شايفه غلط. مباراه الوصل هي مش مباراه يعني خرافيه، انت ممكن تعمل نتيجه، ممكن تتعادل، ممكن تكسب، ممكن. لكن النتيجه دي او الخبر انه يتسرب بالطريقه دي الحقيقه، او ان الموضوع يتسرب بالشكل ده في عدم مصلحه الاهلي خالص في مباراه تقيله، خصوصا انت كسبت بريسوبلس الاول في الماتش الاول، فانت ماتش ورا ماتش بتبني الامور. فانا شايف من وجهه نظري ان الخبر ده اتسرب في وقت غير صحيح خالص. ممكن تعلن الخبر رسمي لو الاهلي فعلا اتعادل او خسر، عادي جدا مش مشكله، وتدي القنبله. انا في فيديو يعني كنت نزلته امبارح عن موضوع ماتياس هيسلا ورايي فيه، واتكلمت عنه باستفاضه، انه عنده مشاكل في الشخصيه وعنده مشاكل مع رياض محرز، ورياض محرز يعني ايقونه جوه النادي الاهلي، وحاجات كتير جدا هسيبه لكم في الكومنتات. ماتياس هيسلا انا متفق مع قرار الاداره وشايف ان هو متاخر كمان، لكن ما كانش ينفع يكون بالطريقه دي. نرجع لمرجوعنا الثاني، نيمار جونيور في الاهلي في شهر يناير. كلامي لا، انا ما بقولش كلامي، انا بنقل كلام الاعلامي سعود الصرامي. راجل تقيل، يعني راجل اعلامي تقيل في المجال الرياضي السعودي او المجال الكروي عامه، وراجل بيقول كلام ما بيقولش كلام جزافا، بيكون عنده معلومه او بيكون عنده شبه معلومه مؤكده بالموضوع. فحاليا الكلام ان نيمار او سعود الصرامي قال ان نيمار الاهلي الهلال مش محتاجه. نيمار شاف ان هو فريق عالمي بدون الهلال، وتوقعي او هو قال توقعي، لكن انا من رايي ان الموضوع مبني على تسريب معلومه معينه. وكمان خصوصا ان الكلام عن تاهيل نيمار حتى مع الهلال مفيش اخبار ايجابيه قوي. هو بيحاول بيتقدم، ممكن يرجع في شهر نوفمبر. حتى مدرب البرازيل يعني بيجامله وبيقول له ارجع وقت ما ترجع، احنا مستنينك. لكن في طيات التصريح اصلا بيقول لك ان انا رميت توبته، يعني ارجع في فبراير، ارجع وقت ما ترجع. كده المنتخب هيمشي، وكده الهلال ماشي. فنيمار هو دلوقتي اللي بالنسبه للكل هو تايه، مش قادر ان هو يوصل لحل. هو هل هيتأيد في شهر يناير ولا لا؟ هل هيلعب مع الهلال في بطوله اسيا ولا لا؟ هل هيبقى موجود وجاهز اصلا في شهر نوفمبر ولا لا؟ دي كلها حاجات عايزين نتكلم عنها. فنيمار يعني الاعلامي سعود الصرامي قال لك ممكن يروح القادسيه، وممكن يروح الاهلي، وممكن يروح الاتفاق. تقريبا اتكلم عن 3 انديه دول. طبعا كنسل موضوع الاتفاق ده لانه مستحيل يحصل. خلينا نتكلم عن الاحتمال الاقرب، وهو الاحتمال الاهلي. ليه؟ لان لاعب زي نيمار واعاره للاهلي منطقيه بشكل كبير يعني. طيب خليني في 3 دقايق او 4 دقايق قبل ما اقفل الفيديو اقول لك نيمار هل هو مفيد للاهلي فعلا ولا لا؟ لو رجع هل الاهلي محتاجه؟ الاهلي محتاج نيمار فنيا، لان انت ما عندكش حد في نص الملعب بيتحكم في الريتم. انت بتحتاج رياض محرز يسقط عشان خاطر يعمل المهمه دي. انت محتاج تقدم اكتر من نص الملعب عشان خاطر تعمل المهمه دي.
انت في حاجه ناقصه في نص الملعب الهجومي، ان انت يعني تقدر ان انت تخدم على الثلاث مهاجمين اللي تحتك، سواء ايفان توني اللي هو هيتطرف كجناح، او حتى في راس البريكان وهتبقى في يعني تبديل ما بينهم، روبرتو فيرمينيو حتى هو مش في افضل مستوياته، ممكن ساعتها تشوف عرض اعاره لروبرتو فيرمينيو للتعاون او لاي احد من الانديه يعني، ويبقى نيمار بداله، اعتقد هتبقى حاجه في الجون، ورياض محرز. فمن الاخر يعني نيمار مفيد فنيا الى حد كبير للاهلي، خصوصا ان الاهلي برضه لسه ما فقدش الامل في المنافسه، والاهلي محتاج ان هو يعني يبقى قوي حتى في نص الملعب اكتر، وانا اتكلمت عن الموضوع ده امبارح. نص الملعب الدفاعي بتاعك كويس في فيجا وكريسيه، هيبقى عندهم ادوار اهم واحسن كمان مع مدرب يقدر ان هو يطلع منهم حاجات احسن، لكن من الاخر انت محتاج واحد يخلص لك الدنيا وينقل لك الكره لقدام ويريح محرز ويريح المهاجمين بحيث ان هو يصنع لهم بشكل كويس. هل نيمار بقى راجع مركز اصلا؟ ده حاجه عن في علم الغيب، لان اقسم بالله انا مش فاكر اخر مره نيمار لعب ماتش حلو فيها امتى، انا مش فاكر اخر مره نيمار لعب ماتش كوره امتى اصلا. انا افتكرت كان في ماتش مع الهلال في دوري ابطال اسيا، من بعدها اتصاب وتوفى بقى، ما حدش عارف عنه حاجه بقى له سنه. فهل بقى نيمار هيرجع فت وكويس وجميل والدنيا جميله؟ انا والله ما اعرف، لا اعلم شيء، لا اعلم شيء. صعبه جدا جدا التنبؤ، لان نيمار نفسه لاعب غير متوقع. خلينا بقى في الجانب الاخير، هل نيمار يعني هيعمل مشاكل جوه الاهلي في اوضه اللبس؟ بص، هو نيمار لو جه، هو انت محتاج تكون جايب مدرب قبله عنده شخصيه، يعني هي اصلا الاوضه ولعت في الاهلي عشان خاطر ماتياس هيسلا مدرب شاب، واللعيبه زي ما تقول بالبلدي كده واكلاه، وهو مش يعني زي ما تقول مش راكب معاهم في الشخصيه، او مش الشخصيه القويه اللي تخلي اللعيبه كلها بالنسبه له تحترمه بشكل كبير. فانت محتاج مدرب عنده شخصيه كبيره وعنده امكانيات طبعا فنيه عاليه، ده كده كده ده بعيد عن نيمار، عشان خاطر يقدر يتحكم في واحد زي نيمار. نيمار عامة بيعمل مشاكل ما بين فترة للتانية، غياباته ما بين فترة للتانية. نيمار عامة مش عضو كده هادي مستقيم، لا هيعمل مشاكل. نيمار مشاكله كتير، فنيمار لو كمل وراح الاهلي فعلا والهلال ريح دماغه وزي ما تقول خلص منه، وراح الاهلي الاعاره 6 شهور اللي بقى في عقده، وبعد كده هو كده هيمشي اصلا، فممكن تحصل شويه مشاكل في اوضه اللبس، وهي الحكايه مش ناقصه. فنيمار وجوده جوه الاهلي، عارف انت محتاجه والله في الملعب، بس بره الملعب انت مش محتاجه خالص. ده هيبقى شيء صعب جدا. يعني انا شايف يعني فايدته لو جه الاهلي 50 50 50 50 نسبه 50 ل 50، لكن انت يعني بشكل كبير محتاجه في الملعب، لان انت عندك مشكله في الحته دي اصلا، ولا فيرمينيو قادر يقوم بيها، ومش فيرمينيو مش صانع لعب، ولا حد قادر يقوم بيها في الملعب ويريح. فوجود نيمار اعتقد هيبقى مهم جدا لو الموضوع ده صح، وكلام الصرامي طلع صح، وكلامه ما طلعش يعني فرقعه وخلص. في النهايه كان معاك احمد خالد، ويعني الحقيقه ان انا بعتذر لجمهور الاتحاد لو حد بيتفرج، لكن انا هرجع اصور فيديوهات الاتحاد ان شاء الله بدايه من الايام الجايه، لكن كانت الدنيا مريحه شويه والواحد كان مشغول بس وتضارب مواعيد الماتشات، لكن راجع ان شاء الله. وشكرا جدا جدا لانكم تاخدوه من وقتكم عشان خاطر تسمعوني. السلام عليكم.